الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الكاملين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نحب نتكلم بالعربي بدل النرويجي، معظمكم بالعربية يتكلمون أو تتكلمون. من معاني العيد أيها الإخوة الفداء، أن تفدي شيئا، لأننا في العيد نذكر ونعمل أمورا قام به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل أمره أن يذبح ابنه، وقبل ذلك أمره أن يترك زوجته وابنه الصغير في بلد لا إنس ولا شيء، حتى لا يوجد هناك ماء طبيعي، ولكن تنفيذا لأمر الله عز وجل. وبعد ذلك الله عز وجل أمره أن يذبح ولده الوحيد الذي كان موجودا، وهو كان كبير العمر. ولكن في النتيجة في الامتحانين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفدى ما يملك لله عز وجل، فالله عز وجل تقبل منه هذا الفداء، والله عز وجل جعل ذكراه خالدا مخلدا إلى أن تقوم الساعة. نحن حينما نذهب إلى الحج وحينما نضحي في بلادنا نقوم بأمر قام به أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. حينما نرمي الجمرات كذلك نقوم بأمر قام به أبو الأنبياء. حينما نقوم بالسعي بين الصفا والمروة نقوم بأمر قامت به زوجته. كل ذلك فداء لله عز وجل. ماذا نفهم نتيجة هذا؟ الذي يعمل شيئا لله ويترك شيئا لله، الذي يضحي في سبيل الله بما يملك، بماله، ببدنه، بوقته، بكلامه، بعقله، لله عز وجل، فالله عز وجل يتقبل منه ذلك ويكافئ عليه ويجعل ذكراه في الخالدين. نحن قرأنا وسمعنا كثيرا أشخاص في التاريخ من قاموا وعملوا لله عز وجل فجعل الله أسماءهم خالدين وذكرهم خالدا في التاريخ. وهناك أشخاص كثيرون قاموا وعملوا لأنفسهم أو لدنياهم، تركوا الدين للدنيا، تركوا رضاء الله عز وجل لرضوان نفسهم أو لأمر يحبونه، ولكن الله لا يرضى، فالله عز وجل قد محى ذكرهم في التاريخ وأصبحوا مهملين، لا أحد يذكرهم ولا أحد يعرفهم. فنحن إذا أحببنا أن نكون سعداء مثلا في منزلنا علينا أن نفتي بشيء حتى نكون سعداء في المنزل. إذا أحببنا أن نكون ناسا صالحين علينا أن نفتي بأمور يأمرنا الله عز وجل بها. وكذلك إذا نريد أن نكون من أهل الجنة فعلينا أن نفتي بأمور كثيرة حتى نحصل على جنة الله عز وجل. رزقنا الله إيمانا قويا حتى نفتي ما لا يستحق أن نتمسك به ونحصل على ما يأمرنا الله به عز وجل إن شاء الله. برايد مسلمان إيرو قربانه أمي بحثا قربانه جوابكن ليه معناه كيج معناه قربانه معناه كيج معناه قربانه شوم قربانجي أخوجا بجن قربان تدي عادتك كرداية بيت أبي تشتي كر قربانه فيها يا جارة ضايق بجن أزب قربانه تام أم شو بتشتي هناش هبرد من قرباني هل شقدر معناوي أم بجن الجورا شريعته معناه ضحية أبياشي فقط بكرمانجي أما بكردي قربانية قربانات اف قربان يك معناه كويه برمازنجي هي معناه قربان قالك اللي معناه كيرو منك سري بساكنن معناه قربان فداكاريه معناه فداكاريه تشتكي فداي تشتكي فدات كي بو تشتكي
ام دما کو تاریخ حضرت ابراهیم تخواینن صلات و سلام خدا سرتبه کی پیغمبر ابن اوان چند آیت یک ما خوانجی بحث فداکاری اوید که قربانی کشبون خدا کریه رب عالم جرات بجه دما کو امرت که دخوا خدا دینه لا یخو سریجت که دخوا لا یخورات بجه کرم اسماعیل کو زارو کی بی پشت عمره کی مازن خدا لا کی دای کی و عمری جه اختیار هدی گو ابراهیم دخوا خدا دینه کو تی وی زارو کی یعنی سری ویشه کی روجا دی سر اسم رابوج لا یخورا گو من خودی تی کو سر تجد کم اولاد پیغمبر اجی اوج خوای مقام کی مازن بون زانبو کو خوا پیغمبر خوا کی وکم خوا شیطانی نه خوا عاجزیه جی خیال روجه نن کلمه کا کردایه دبی خیال روجش خوا شوه نه یعنی دبرو تشتکی خیال کی تی خواته خوا انبیاء انا رؤیه الانبیاء حق خوا پیغمبر حق راستن اولادی و حضرت اسماعیل گو باب من رب عالم چه امرتت که بکه افعل ما تؤمر رب عالم چه امرت که بکه گو از انسانه کی صبر بکم از احتراز ناکم تمام ناکم بر ور حاصل حتی که سری جه بکه او کیرا که سری جه که دده سر قرقاوی جه ناکه حتی کتابو هاد بید می حضرت اسماعیل گوتیه جباب خورا جپارا دا اسیم چه که جپارا دا جه که برات وجه من ندین جبون حنان و شفقت نکه و دلته تد به امری خدا دا نکی تسس نبی کد امر خدای خوب جیبینی تو جاره کی ده امر خدای بجیبینی لیکن وقت سرچعب مبدینی از اولاد تم و دلت بشوته بلکی تردد بترا چه به ور حاصل دکه ناکه فکر آنه جناکه داوی رب عالمه وحی جرات شینه دبی ابراهیم تخوا خو راست کر تخوا خو بجی آنی تا او خوا کو مشترا گوتبو تا او خوا آنه بتحقیقو یعنی بجه کر فقط مشتقبول کر افداکاریه هانه افداکاریه افتکر مشتقبول کر هاشتا بی حیوانانه قربان اجبون اولادته وفديناه بذبح عظيم خدای حیوانه کی کردید بجن بران حیوانه کشان گو بیا قربانته یهدی جاء روح تائرو دبعيدا قربانه ام سنت حضرت ابراهيم جيتنن ابي قدي امكانه بحيوانه كد كقربان جبون راضيبون خدي افياج رحمك خدي رب عالم امتحان مناك ناب جلاي خجيكن ناب كچا خجيكن ناب چعب خدرخن دبنا حيوانه امكانه تابه سروي حيوانه جيك او حيوانكم من رحدايك مري مازن كريه ليز اذنا تدم سمبولا فداكاريه ابراهيم عليه السلام سمبولاويه ويعني وجه وكاوي بيش يا ربي تنيني بيش مليتك انيجي ان شاء الله من امر تبجيبين لسرفيه قالوا جماعتي فداكاري امج عائله دا دسبيكن هر عائله كي كتيدا حضورتنا باش بزامبن يا مير يا جن يا هردو كيماني كوان هي يك جيكرا فداكاري كي ناكه يك جيكرا كيماني كي ناكشينه مير دبي از كيف اخو بكم جانم چت خوازه از دكم كيماني دده جناخو جن دبي جانم چ بخوازه از بكم كيماني دده زلامه خو فداكاري ناكن تشتكي جبون سلامتي مالبات اخو قربان ناكن دما جبون سلامتي مالبات اخو تشتكي قربان نكي تبسر ناكبي جار هته پري خو قرباني بدي جار هته زمان خوب كي قربان مثلا قالك انسان مميرن زوجان دينه خدي جنن بشب حتى ساعات ده يازاد چند قال برادر خود قارن لمحق من الناس كيف بكم جان من وهات خوازه بلكي جانت تخوازه ولكن جنك المال هي او كيف اكتت خوازته كيف اخو كي قربانه سلامتي مالبات اخو بس حتى نچ قحبه ورد قال جن اخو قال زاروكي خو زمانك جوان درباس بك فدا كاري بك قرباني بك ياجي جنكي والله جان من وها خواست حق وحقوق وواجبات تشتك ما في ظلامويه نادكي او جنانجي كيف اخو ناك قربان جبون سلامتي مال اخو داوي دوان دا حضور سي درته بروبلم وان بن جهبت قتل قالوا جماعته هر تشتك امدجي تلا قرباني كي لازمه تجارته تتخوازي بكي يا تي ايمان اخو بكي قربان يا تي بري دنيا بكي قربان هناك انسان هنا دبي برا برج مراوره وكيدي نمهمه شعبي وان برايه دما كنت هدفت ابو برا تي كيماني وتي دين خوب كي قرباني تي حرام بخوي تي حرامي بكي تي دزيه بكي تي حيلكي بكي هدف وغايه برا برا بك بريكاته تدبيجي جبونه بري خو استشتكي قرباني ناكم
وی وقتی ته قربانی ایمان خوب کی وی دماهند ایمان تا قربانیت که که قالك مسلمان مهنا لفان دولت خريب لميجا كي ودل لميجو ابي جمعيه ناچن جمعيه خناكن خيره صحتك جبوني كار صحتك يظهر ما اوقصا پردك ياجي بليتك من اوقصا پردك از ناچم حسابتك اوقصا پره از چا بدم يعني هندك لحساب صالحك شيطان دچعبه وان دمازندك پره خو ناكن قربان جبون دين و ايمان خو بي وقت يجي اود من قربان الدنيا حج قربانية معنوية قالوا جماعته دما ام تشتكي بكن قربان او تشقرام ظان من ما تشي كريا قربانا تشي يا ام دين و ايمان و اخلاق و شرف خو بكن قربان يا جي ام برا و زمان و هيك كار و بلك زحمته بدنيج مرة تشبه ام وان بكن قربان لجمتا تشي بيروزا قالوا جماعته قالوا انسان جمتا تشي مقدسة تلوي خدي دركبي انسان كو خواه فكره كان اسلامي نجي فكرك شيطاني دبن فكرك چپ و نظام چش وان فكر تازه وان فكر پارتيا دركتنه اوجي فداكاري كيت كن انسان مسلمان اقتصادي سال بدين خوا گريداي اوجي فداكاري تك يك فداكاري تك ايمان خو فداكاري تك جبون فكر خو لانسان مسلمان گره جبون سياست خو جبون منفعت خو فداكاري ايمان نك ايمان خو بگره ابروانه هرن خودی ایمان کرسی خود که قربان جبان ایمان خود و کرسی جمرا نلازم اگر کو السر کرسی کی رونم او کرسی به من ظلمه بده کرن او کرسی به سبب کو از دزیه بکم حرامی بخم نحقی بکم به امری خدا بکم او کرسی جمرا نلازم از وی کرسی هانه بکم فدا بکم قربان جبان آخرت خو جبان ایمان خو جبان راضیبون خدای خو او هنک انسان جی عکس وی کار هانت کن دبی برا کرسی دستم دابه مزناتیش دستم نچه دین دچه ایمان دچه شرف چه زرارت نه پرد به زرارت ایمان کاره ور از توبه بکم از بب مسلمان از وهاب بکم از وهاب بکم دخوازن هر حیله کل خدا بکم قالوا جماعته تاریخ انسان دا اوان کسی که فداکار کرن جبون خدا هر سر وان بلند بیه هر تاریخ دا نابه وان به آوازر هاتیه نفساندن لی اوان کسی که دین و ایمان خودنا قربان او چونه زباله تاریخی چونه چوپا قطیا چوپی او تاریخی آبت نه چونه هات نج بیروا کرن اوانا تشتکی پیروز دست بردایه اف حج اوه کی معنی کویا مازن فداکاری کی گر انفر ببن فداکاریه چه بکن جبونه چه ایو عاقل دزانه فداکاریه چه جبونه چه دکه عاقل دزانه چه قیمته او چه بی قیمته تشته بی قیمت دکه قربان جبونه تشته بی قیمت دين جي وهاي ايمان جي وهاي اخلاق جي وهاي قالوا جماعته لو احمقيكي او جالتي ونازاني كانسان اجي لذة منفعتك دغرن ولكن پوشمانية عمرك جدسته واندچه عالم وهاد بجند بيت گناهكاري كي بكي لذة ساعة گناهكاري لذة ساعتك ولكن ندامة عمر تي عمرك پوشمان بي مچما زنا كير مچما دزيه كير مچما بي خرابيه هانه كير ولكن طاعة خدا أزية ساعة ولذة عمر طاعة خدا كنت فداكاري جبون خديت كي تي چند دقة زحمته بديني ونهات انا الميجا جمعيتكم بلكي نيف ساعتك زحمته وبه بلا ساعتك زحمته وهره لي باشت درتي دروا دلي ترحته تدبي الحمد لله من جمعة خكر من فرزة خكر من أمر ربي خب جياني جبير ماناكن قالوا جماعته يا جبون خدا يا الهمبر خدا خودی ایمان جبون خدای اوی که نجبون خدای جی دین و ایمان خود که قربان آوان و رب عالم جرو قیامت بقرکوان جدگرد به اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و کیف خاشی خود دنیا دا خوار و گو از کیف خاشی خود دنیا ناکم قربان آخرته لی خودی ایمان کیف خاشی دنیا دکن قربان آخرته دکن قربان جنته هیوی و رجا مجرب مازن اوی که خدا عز و جل ایمانك بقوات بك نسيب ما كيف لذات الدنيا ام بكن قربان جبون جنتوي ام بكن قربان جبون راضيبون ربي خو ام راضيبون ربي خو سر هات تشدا بقرن هدف غايه ما راضيبون رب ما ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إنك لن تدع شيئا ابتغاء الله عز وجل إلا آتاك خيرا منه. صدق رسول الله فيما قال. رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة الأفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على شيء مهم جدا. يقول: إذا أنت تركت شيئا وتقصد به رضا الله عز وجل، غايتك من ترك هذا الشيء رضا الله، لأن الله رضاه في ترك هذا الأمر، فاعلم بأن الله سيعوضك خيرا منه. قد تترك 1000 ليرة مثلا و1000 كرون، تقول هذا فيها شبهة، رضا الله عز وجل أنا لا آكل هذا أو لا أقترب من هذا المال لأني في شك، قد لا يكون حلالا والله لا يرضى عني. فإذا تركت هذا 1000 لله سيعوضك الله عز وجل، قد يكون بالآلاف أو قد يجعل أضعاف المضاعفة المباركة في مالك. على كل في النتيجة أنت ربحان، إما يعطيك المال وإما الله عز وجل يبارك لك فيما أعطاك، لأنك قد فضلت رضا الله على سائر الأمور. نرجو الله أن يجعلنا من الذين يفضلون رضا الله عز وجل إن شاء الله. قالوا بسلمانا پیغمبر حديثة كابر خوشت بجه، وفي حديثة بكن جوهر دقوي خدا بيلن لب إيمانك ساغلما، نبدأ رواب إيمانك ساغلم دبجه تشتكي كتجبون خدا بيجي أزناكم، يعني دسته ده أو تجبون خدا ديلي، يعني شبهت ده هي خدا جي حسناك احتمال أو حرامية هبه، بل كتاب علي حرامية ده بلو مصيبتك اشترى بني، يعني تشتكي دسته ده ليت تبجي والله رب ما إيش أنا راضية أجلس خدا بيجي دمك توها بكي خدا عز وجل رب العالمين جوي بخير ترد كان سيبته بازار خوب خدا را أفكن، يعني جبون خدا حزار ورقة كتاية كهذا كهات بيجي عجبا تدس خدا بيجي نير شبهته ده هي، يعني كشبهته ده هبه علامته كو خدا جي حسناك وبلكي جهنم ده بمشوتي حيرة يا ربي والله جبون خاطري تزبيا ناقرم شبهته ده هي رب العالمين يا بحزار زيده بدته يا بركتك او مالك دايته بركتك بك تهر زرار ناك، يعني هر الكاري چت في پره بدي خدا پره بدته ياجي بركت بك او پره خدايته ياجي بلا مصيبت دوره تبخينه بازارك بخدا رابكن. او تاريخ اسلام داشي قال لك انسان جبون خدا گوتي از بيتشت ناكم خدا تشتكي دهاب خيرتر كريا نسيبي داويد بن الحمد لله. ما بازارك تجارتك بخدا را كر بازار و تجارت بخدا را قد زراري تداتنا. رب العالم ايمانك وهاب قوت بك نسيب ما ام خدای خورد کارم تجارت کی بکن او تجارت خودشی تجارت کارم بکن ان شاء الله. رب العالمین خیر و خوشی و سلامتی دین و دنیا بکن نصیب ما ان شاء الله. ایمانم بقوت بکه کو ام دکارمن تشت جبون خدای ام بگرن او تشت کو نجبون خدای جی ام بیلن برهره فدکاری جبون خدای بکن نصیب ما ان شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم